وبيبدأ مسلسلنا مع جميلة الجميلات تشي، وبتبقى عاملة مصيبة خاطفة بطلنا الموز الجامد جدا ده، واللي بيقول لها صدقيني انا مش حبيبك اللي بتتكلمي عليه، انا بقى رجل اعمال جامد جدا في الصين كلها. فقالت له ما تتعبش نفسك، انا هخليك تفتكرني دلوقتي حالا. وبنرجع فلاش باك عشان نفهم حكاية الحلوين دول. في البداية تشي بطلتنا بتكون بيزنس وومن كبيرة قوي في البلد، والكل بيعملها ألف حساب، وبنشوفها وهي بتحضر ملاكمة مميتة علشان تختار واحد منهم يبقى حارسها الشخصي. وساعتها شافت الذئب المفترس كو وهو نازل في العيال فحت ردم، وساعتها قالت لك بس هو ده اللي انا هختاره. وبعد ما اتكلمت معاه قالت له انا عاوزاك انت، مش لانك شجاع وقلبك ميت، لانك كمان وسيم وحليوة. ولسه يدوب طالعين من الباب فجأة ظهر واحد من أعدائها وكان عاوز يضربها بالنار، لكن ابننا خلص عليه وبعدها شالها على ايديه زي النونو وخرج بيها ولا همه، وكأنه بيقول يا أرض تهدي ما عليكي أدي حقه. واخر اليوم بتروح البار تضرب ابن اخوها تيا قلمين على وشه، لانه ما وراهوش حاجه غير الشرب وقله الادب ومدمر سمعه العيله، لكن هو اتعصب عليها وخبط الازازه في الارض فاتدشدشت 100 حته ورجليها اتعورت. وبعد ما طردته بره بتقعد تفضفض مع كو، وبنعرف بقى انها يتيمه وجد تيا اتبناها ورباها بمنتهى الحنيه كانها بنته واكتر كمان. ولكن للاسف يوم ما مات وصاها ان هي تبقى المسؤوله عن العصابه والشركه، اصل بسلامته كان زعيم عصابة كبير جدا. المهم مش ده اللي كان مزعلها، لانها هي وتايا كانوا قريبين من بعض قوي وصعبان عليها انهم يبقوا اعداء بالشكل ده، لانها فعلا بتعزه كأنه ابنها عشان هي اللي مربياه على ايديها. وبتفضل تشرب وتشرب لحد ما كوب ياخد الكاس من ايديها وبيقول لها كفايه كده علشان صحتك، وبيشيلها ينيمها في السرير، وكمان بيقلعها الجزمه ولحظتها بيشوف الجرح اللي في رجليها. هو انت ايه اللي عورك في وشك كده عشان تحميني صح يقطعني؟ ومرة واحدة راحت في النوم بسبب كمية الشرب اللي هي شربتها. هنا بقى انا كساسو باخد الصدمة، لان كوب يستغل فرصة نومها وبيبقى عاوز يفتح الخزنة وياخد منها وصية الجد الكبير، وده بقى لانه بيطلع شغال لحساب تيا. انا مش مصدقة، بس تفتكروا ليه الخيانة؟ هنفهم بعدين. بس ساعتها بيلاقيها واقفة فوق دماغه زي العفريت الازرق وبتسأله بتعمل ايه هنا يا جميل، لكن هو من حسن حظه كان ماسك صندوق الأدوية وقال لها أبدا أنا كنت جاي أخده علشان أعالج لك الجرح اللي في رجليكي. تاني يوم بتراجع كاميرات المراقبة وكبير الحرس بيقول لها أنا مش مرتاح له، أصل إيه اللي وداه عند الخزنة، بس بنكتشف بعدين إن كو أخد باله من الكاميرات فمثل إنه جاي ياخد الصندوق واتعامل طبيعي جدا. وعشان كده هي صدقت وقالت للراجل حرام عليك ما تظلمهوش، ده ما راحش ناحية الخزنة خالص، كل اللي عمله جاب الأدوية وبس. بس هل تعتقدوا بقى ان دي سذاجة قوي كده؟ ما اعتقدش انا. كبير الحراس بقى بيجيب الرجالة وبيدخلوا على كو وبيبقوا عاوزين يعملوا ايه؟ يعلموا عليه. بس يعلموا على مين؟ ده كو تربية معلمين وضربهم كلهم لحد ما دشدش عظمهم. كل ده وهي قاعدة بتتفرج عليه ومنشكحة على الآخر، وبتقول في سرها ده مش بس طلع تنين، ده وحش السنين. هل بقى الاختبار خلص لحد كده؟ لا، عملوا حفلة شرب وهو فضل يشرب ويشرب لحد ما خلاص ما بقاش حاسس بنفسه. وفي بداية يوم جديد بيركب معاها العربية علشان يروح الشغل، وفي نص الطريق بيطلع عليها مجرم وبيثبتها وبياخدهم للزعيم بتاعه اللي اسمه شينو. طبعا كو كان عاوز يقوم يفرمه بس هي مرضتش، وعلى رأي المثل اللي قال خلينا مع الكداب لحد باب الدار. وساعتها شينو بيقول لها بصي بقى، كل اللي عاوزه منك انك تعدي البضاعة بتاعتنا من المينا بتاعتكم، وفي المقابل هدفعلك 10% من الارباح. فهي فهمت انها لو رفضت هيقتلها هي وكو، فاضطرت تاخده على قد عقله لحد ما رجالتها يوصلوا، وقالت له موافقة بس النسبة مش عجباني، احنا نمشيها 50-50. موافق؟ قال لها موافق. طيب تعملي ايه يا تشي وتروحي فين؟ لحد ما قالت لك بس هي دي، وطلبت منه مكان خاص ترتاح فيه شوية هي وحارسها الشخصي. ليه بقى؟ لانها بتبقى واخده احتياطاتها دايما، اصل علاقاتها كلهم مجرمين وعايشه في وسط النار تقريبا، وعشان كده حاطه جهاز تتبع في الحلق بتاعها، وعشان تشغله كان لازم كو يساعدها. ده غير انهم محتاجين وقت طويل لحد ما الرجاله بتوعها يوصلوا، وده مش اقل من ساعه تقريبا. طيب بقى يعملوا ايه عشان العصابه ما تشكش فيهم؟ مش هينفع اقول لكم اللي حصل عشان عيب بصراحه. وقدرت بنت العفاريت تاخد وقتها وتشغل الجهاز وبعتت الاشاره خلاص للرجاله. وبعد ما طلعت بصت لشينو باحتقار وقالت له اسفه عرضك مرفوض، مش هوقع معاك العقد، هو بالعافيه ولا ايه؟ فالراجل اتجنن ورفع عليها المسدس. بس ده مش كلامك يا حياتي، احنا خلاص اتفقنا والديل مشي.
وعموما انا مش هقتلك انتي، ولكن هقتل الحارس الشخصي بتاعك عشان واضح كده ان انتي بتحبيه وهيمانة بيه. تقتل مين يا دغوف؟ وهوب رجالتها وصلوا وقامت الخناقة والدنيا قامت ما قعدتش. بس شينو كان ناب ازرق ما بيحبش حد يعلم عليه، ومسك المسدس ولسه هيقتلها، فكو جري واخد الطلقة بدلها. وبعد حوالي كام ساعة بيفوق بيلاقيها واقفة جنبه وبتسأله ليه ضحيت بحياتك واخدت الرصاصة بدالي؟ قال لها عشان ده واجبي ومن حقي ان احميكي. فقربت منه وكلمته بطريقة تخوف وقالت له انا عرفت من زعيم الحرس انك اتصلت عليه وعرفتهم مكاننا من قبل انا ما اشغل الجهاز، وبكده انت عرفت ده هيحصل من البداية، واكيد في حد تاني هو اللي بلغك. وفعلا نظريتها كانت في محلها، واكتشف ان في واحد من الحراس سمع تايا وهو بيقول ان تشي اقسمت انها مش هتتعاون مع عصابات تاني وشغلها هيبقى لوحدها، وبما ان الشركة حاليا بتاعة ورثة فهي كده بتخالف القوانين، والنتيجة انهم هيطردوها، فالولد حب يساعدها مش اكتر. وبعد كده البطلة بتدخل في حالة نفسية صعبة جدا، وساعتها بيشوفها كو هي متشعلقة فوق السلم، فبيجري عليها وبيقولها بتعملي ايه يا مجنونة؟ قالت له ما تخافش انا مش هخلص على نفسي ولا حاجة، وبتنام على كتفه وبتفضل تكلمه عن ذكرياتها الجميلة هي وتايا، لكنها مرة واحدة بتتحول لنمرة شريرة وبتعتدي عليه. وكبير الحرس لما بيشوف العلامة اللي في رقبته قال له يا خيبتك يا خيبتك، هي لعبت معاك صلح انت كمان. فسأله يعني ايه يا حاج، ليه هي بتلعب معاكوا انتوا كمان اللعبة دي؟ قال له طبعا خلي بالك منها علشان دي بنت لعوبة مش سهلة، احنا بالنسبة لها مجرد عرايس بتحركها وبس. بعدها بنشوفه وهو بيقابل تايا واللي بيسأله حضرتك ليه ما نفذتش المطلوب منك لحد دلوقتي؟ فرد عليه بمعنى ان الفيلا كلها مرشقة كاميرات وانا مش عارف اتحرك، اديني فرصتي من فضلك. خلاص انا هديلك الوقت اللي انت عاوزه، بس لازم تعرف ان انا خلقي ضيق وصبري قليل. واخر اليوم بيقابل عامل بور اللي بيديله اوراق بتثبت ان في مجرم اسمه شين ضحك على امه باسم الحب واخد منها كل فلوسها، والست يا عيني من الصدمة نهت حياتها. فابننا لما عرف كده قال اخيرا لقيتك، ده انا بدور عليك من زمان، واخد اسورة وسابها لتشي. وقبل ما يمشي قال لها بسر انا اسف يا ملاكي عندي مهمة ولازم انفذها، الوداع يا روحي. واخد آلة حادة وراح لشين وحاول يخلص عليه فعلا، اللي اول ما شافه قلب قطة وبقى يستخبى منه، وامر رجالته يهجموا عليه، بس كو ولا همه ونزل فيهم خبط ورزع فوق وتحت لحد ما كان هيخلص عليهم كلهم. وفي النهاية لما لقى عددهم كتير اضطر يهرب، بس هما حوطوه من كل حتة. وفي اللحظة دي جات له حتة السكرة بتاعتنا وحاولت تنقذه بنفس الطريقة اللي بيستخدموها هما الاتنين كالعادة، واخدته ودخلت الأوضة. وأول ما الرجالة فتحوا الباب يدوروا عليه قالت لهم في حاجة يا أخ منك ليه، مش المفروض تستأذنوا الأول؟ فشين اتكسف واخد الرجالة وخرج. وبعد ما انقذته اخدته ومشيت من البار وسألته انت ليه عملت كده، فرد عليها وحكى لها اللي حصل كله. وفي اللحظة دي هي قالت له لو فعلا عاوز تنتقم لأمك يبقى ما قدامكش غير حل من الاتنين، اول واحد فيهم يا اما تاخد المسدس ده وتخلص عليه، او انك تسيبهولي وانا هنتقم لك منه بطريقتي الخاصة. وفي النهاية وافق يسيبها تجيب له حق امه من شين، اللي بنشوفه بعد كده قاعد معاها وبيمضوا عقد الصفقة الجديدة. ولكن قبل ما يمشي بتسأله على فين يا كتكوت، مش تيجي نلعب شوية ونحتفل؟ وعلى طول طلبت من كوي يجيب لها الهدية اللي هي مشترياها مخصوص علشان السيد شين، وطبعا هو معرفش لانه لما هاجمه كان لابس ماسك، والهدية كانت مسدس. وجابت البنت اللي ساعدته عشان يوصل لها واجبرتها تعترف عليه وقالت على كل حاجة. وبعد كده قالت له انت راجل اهبل، والله مفكرني مختومة على قفايا هتعلم عليا وتجري؟ انا عرفت عنك كل حاجة بسهولة، زي ان كل الشركات اللي عندك وهمية وشغال نصاب بتضحك على الناس وتاخد فلوسهم، ولما سألت عليا الكل قالولك ان انا واحدة ما بفهمش وهتقدر تضحك عليا انا كمان. فشين فضل يتهته في الكلام ويقولها صدقيني انت فهمت الموضوع غلط، ولا غلط ولا صح، احنا هنلعب لعبة اخر رصاصة واللي من نصيبه هياخدها. وفضت الخزنة كلها وما سابتش فيها غير واحدة، والسلاح كان رايح جاي ما بينهم لحد ما وصلوا عند الرصاصة الأخيرة، وكان دوره هو. وساعتها قلب قطة وقال لها سامحيني انا ما كنتش عاوزة اقربلك، بس تايا ابن اخوكي هو اللي طلب مني اعمل كده. فالبنت يا عيني اتصدمت وسابتهم وقامت. وبعدها وقال له بص كده الملامحي ما شفتهاش قبل كده في امي اللي خلصت على نفسها بسببك، احنا لازم نخلص موضوعنا دلوقتي. ولكن قبل ما يخلص عليه شين قال له استنى انا مستعد اتحاكم قانوني بس ارجوك بلاش تقتلني. فسمع الكلام وبعتوه للسجن وخلصوا منه. وفي اليوم اللي بعده بنشوفهم كلهم عاملين اجتماع في الشركة، وفجأة تشي بتقول لهم انا بصفة الرئيس التنفيذي قررت اشيل تايا وافصله من منصبه.
فالواد قام مفزوع وقال لها ليه بس كده يا عمتي، ربنا ينتقم منك، انا عملتلك ايه علشان تقطعي عيشي؟ قطع حسك من الدنيا. وطلعت اوراق بتثبت انه بيسرق الشركة وكمان بيتعاون مع شركات وهمية زي نصاب شين. وفي النهاية مجلس الإدارة كلهم أجمعوا إن كلامها صح وطردوه من الشركة. وآخر اليوم يا عيني البنت بتفضل تشرب وتسكر من كتر الهم والحزن اللي هي غرقانة فيهم. وأول ما بيطلع الصبح بتلاقي حارسها الشخصي مستنيها، فقربت منه وبصت على رقبته. هو أنا اللي عملت فيك كده يا قلب أمك يا ضنايا؟ سامحني، ما كنتش حاسه بنفسي، اصل انت مزمز قوي. واخر اليوم بتروح تسهر وبتفضل ترقص مع راجل متخلف ما بيفهمش عن الرقص شيء، لدرجه انه عجل رجليها وخلاها زي حته البقسماطه. كل ده وكو واقف بيراقبهم من بعيد، ولما لقاه خلاص هيدمر مستقبلها جري عليها وبعدوا عنها. وبعد ما خلصوا الحفله طلعت تشرب وتعيط زي كل مره. وفجأة لقت كوبي يلبسها سليبر في رجليها عشان خايف عليها من الحجارة. يا خراشي على الحنية، هو في كده يا بنات؟ وبصلها بحب وقال لها مش كفاية بقى، يلا نرجع البيت. وهناك حطها قدامه زي البرنسيسة وفضل يعالج لها جرحها. وهي لحظتها بتسأله هو انت ليه حنين عليا قوي كده؟ ابدا، كل ما في الموضوع اني طفل غير شرعي، وكانت امنية حياتي اخد بطار امي اللي خلصت على نفسها، وانت ساعدتيني في ده، فلازم اردلك الجميل على الاقل. يعني انت مش بتحبني؟ فهو حب يهرب من السؤال وقال لها يلا علشان تاكلي، تعالى هنا لازم تجاوبني، بتحبني ولا لا؟ وبعدين هو انت مفكرني وانا سكرانه مش ببقى في وعي؟ انا فاكره كل اللي حصل ما بينا بالظبط، وان الفتره الاخيره قد ايه كنت بتبقى رومانسي معايا وانا تعبانه، ومتاكده كويس جدا انك بتحبني، ومش هينفع نكمل التفاصيل علشان خاطرك يا مشاهد يا صغنون. وتاني يوم الصبح كبير الحرس بيشوفه خارج من الأوضة بتاعتها وهو بيلبس هدومه، فبيفضل يزعقله زي كل مرة وقال له يا ابني اسمع كلامي، أنا خايف عليك. عموما لو استمريت معاها في العلاقة دي أنا هطردك من الشغل، مفهوم؟ وهم على الأكل فضلت تتحمرش بيه من تحت الترابيزة، والواد كان خايف من الرئيس بتاعه وأحسن يزعقله زي كل مرة. لكن بطلتنا كانت كتكوتة وشقية وزودت العيار حبتين، ويا ريتها جت على قد كده، دي كمان راحت له الأوضة. مالك خايف منه؟ محدش هنا يقدر يتكلم معاه غيري. وكانت هي بتقرب وهو يبعد، تتحمرش بيه والواد خايف. وساعتها كبير الحرس بينده عليه فشالها وحطها في الدولاب احسن يطين عيشته. يا ريت الموضوع خلص على كده، ده الافندي طلع عاوز منه تيشيرت يلبسه، نفسي افهم هيلبسه فين لما هم لبسهم كله عباره عن يونيفورم معين. المهم جاب له التيشيرت فقال له لا صغير هات لي واحد تاني، وكل ما يجيب له واحد يقول له لا مش عاجبني، رخم قوي الراجل ده. وطبعا حس انه مخبي حاجه في الدولاب، لكن البطل اخر ما زهق منه راح واخد التيشيرتات كلها وقال له اتفضل البس منهم اللي يجي على مقاسك واطلع بره بقى. ورجع للقطة وعاش معاها الحب. وبعد كده العم دونغ بيحاول يهدي الدنيا ما بينهم، وبيفضل يقول لها يا بنتي يا حبيبتي اسمعي كلام عمك، في الاول وفي الاخر تايب ابن اخوكي، مش لازم الدنيا تبقى وحشة قوي كده ما بينكم. وبيطلب منها ترجعوا الشركة، بس هي ابدا راسها ناشفة زي كده بالظبط، وكانت مصرة تعمل بوصية ابوها اللي وصاها تخلي بالها من كل حاجة كويس جدا، لأنه عارف إن التانيين أنانيين ممكن يضيعوا تعبه على الفاضي. بعدها بكام يوم بتاخد بطلنا وبتروح تزور المدرسة الداخلية اللي كانت عايشة فيها وهي صغيرة، واتبرعت لهم بشوية فلوس حلوين. وبتفضل واقفة متأثرة وهي بتفتكر ذكرياتها وبتحكيها لكو، وإن في واحد ضحك على أمها، وبعد ما حملت منه في تشي اتخلى عنها ومرضيش يعترف بالبيبي. والست يا عيني ماتت بعد ما جالها مرض من كتر الحزن. وساعتها مديرة المدرسة اتبنتها، وتشي لقت نفسها عايشة معاها هنا، وكل عيد كانوا بيجيبوا تورتاية والأطفال كانوا بيحتفلوا مع أهلهم، لكن هي اللي كانت وحيدة. ده غير إن الأطفال كانوا بيفضلوا يعايروها. ومن يومها لحد النهاردة وهي حاسة بوحدة رهيبة. فابننا أبو قلب كبير أخدها في حضنه وقال لها ما تزعليش نفسك، من النهارده انا هفضل جنبك واوعدك انك مش هتحسي بوحده تاني ابدا. وفي النهايه بيطلب منها طلب غريب، ممكن تبقى حبيبتي، ممكن تبقي حبيبتي. فهي سابته ومشيت، بس رجعت له تاني اوام. وبما ان النهارده اجازه وهم طالعين يتفسحوا مع بعض فاخدته المحل الحلويات، وبتحكي له ان هي والاطفال كانوا بييجوا يشتروا تورته العيد من هنا، وعشان كانوا بيتنمروا عليها فما كانتش تقدر تدوقها، ولحد النهارده وهي نفسها تاكل تورتايه. ما تاكلي يا حياتي ايه اللي حايشك، انت غنيه على فكره. وهل ابننا هيعدي الموضوع كده؟ لا والله، اتصل على اشهر محل حلويات في المدينه وطلب منهم تورته مميزه، لكن للاسف كان اليوم خلص. طيب هيعمل ايه؟ طلب منهم الوصفه وعمل لها التورته بايديه الحلوين، عقبالكم يا بنات. وهي طبعا كانت مبسوطه وفضلت تاكلها بشهيه مفتوحه، اما هو فعينيه كانت بتقول حب في حب.
ومبسوط جدا عشان شايفها أخيرا سعيدة. وهنا بنكتشف إنه فعلا بيحبها ودايب فيها دوب. بعد كده بيروح يقابل تيا اللي بيسأله عملت ايه، مش ناوي تجيب الأوراق اللي طلبتها منك؟ فقاله سامحني يا كبير، أنا مش هعمل كده، ورجعت في كلامي خلاص لانها ما عملتش معايا حاجه وحشه فليه اخونها. ساعتها تيا بيتجنن وبيفكروا ان هو اللي انقذه زمان ولازم يردله الجميل ده. فقال له طيب لو انا جبت لك الاوراق دي هتحل عنها وتبعد عني انا كمان؟ قال له وعدك بده، وكمان مش هاذيها ومش هعرفها ان انت اللي ورا الليله دي كلها، بس انت هات الورق من الخزنه. فكو سمع الكلام وبيروح يسرق الملف اللي بنكتشف انه يبقى وصية الجد الكبير. وتايا الحقير بيروح الشركة وبيقول قدام الكل ان الوصية اهي، وبتثبت ان جدي كاتب لي انا كمان 30% اسهم. لكن الهانم ما قالتش كده ووزعت التركة بشكل قانوني عشان يطلع لها هي النصيب الاكبر وتمسك الادارة. وبعد ما عرفتوا الحقيقة وان انا اكبر نصيب فيكم يبقى المفروض ابقى انا الرئيس التنفيذي، وهي تورينا بقى عرض كتافها. وطبعا هم سمعوا الكلام ده وطردوها من الشركة. بس هل تيا اكتفى بكده؟ لا، بيمسك كو قدامهم وبيقوله شكرا يا صاحبي على مساعدتك ليا، يعني لبسهم في بعض. والبنت ما كانتش مصدقة ان الشخص الوحيد اللي هي حبته طلع خاين. وبعد ما رجعوا البيت فضل يطلب منها العفو والسماح وعرفها اللي حصل كله ما بينه وما بين تيا من البداية، وما كانش يعرف انه شخص غدار للدرجات دي وانه هيطردها. فهي بكل برود قالت له خلاص انت تخرج من حياتي وانا مش عاوز اشوف وشك تاني. فكبير الحرس قال لها ازاي، احنا القوانين بتاعتنا الخاين لازم يطعن 3 طعنات على الاقل. رد كوب معنى انا موافق انفذ العقاب اللي انتوا عاوزينه، لانه فعلا كان حاسس بالندم قوي. وحتى كمان لو طلب انهم يقتلوه ما كانش هيعترض لانه حبه ليها ملوش وصف. ومسك السلاح وطعن نفسه بايديه عشان هي تحن عليه وتسامحه. لكن هي كانت جبارة وما فرقش معاها كل اللي عمله ولا كأنها شايفاه أصلا. وفي النهاية البطل ملقاش قدامه حل غير إنه ياخد نفسه ويمشي. وبعد ما خرج لقاها واقفة قدامه وبتقرر تديله فرصة تانية، بس مش هيرجع حبيبها زي الأول، يادوب هيكون مجرد حارسها الشخصي مش أكتر. وهو وافق طبعا، وياريت الموضوع وقف لحد هنا. الحراس كانوا بيذلوه وبيعلموه الأدب، ده اللي هو واحنا هنروقوك يا شاب. وكمان اجبروه يشيل الكراتين كلها ويرجعها للمخازن. فحبيب قلبنا فضل يشيل لحد ما جرحه بدأ ينزف، كل ده علشان بس تسامحه، لكن ابدا. وفي مرة من المرات راحت تسهر في البار زي كل يوم وفضلت ترقص مع الشباب وتتمايع علشان تشطشط قلبه بنار الحب. وهو مش عاوزة اقول لكم بقى كان عامل زي الفحم المولع نار. ممكن كفاية اللي بتعمليه في نفسك ده، انا موافق انك تقتليني بس بلاش تعذبيني اكتر من كده ارجوكي. ومش بس كده، دي كمان اخدت واحد من الشباب ودخلوا الاوضه وقالت له اسمع بقى يا ريس، انا عاوزاك تقف عند الباب وصوتك يبقى جايب اخر الشارع، وكل ما كانت النتيجه احسن كل ما انا هدفع لك اكتر. فالواد سمع الكلام وبدأ يمثل انهم بيحبوا في بعض. فكو ما قدرش يتحمل وكان هيكسر الباب، واول ما دخل قال لها طلعتي ممثله شاطره يا بطتي، تعالي بقى. واخدها ورجعوا البيت. بس تفتكروا هي سامحته على كده؟ هنعرف ده بعد شويه. وفي مكان تاني بنشوف دونجا وهو بيحاول يحنن قلب تاي على شي، وبيفكروا ان مهما كانت في الاول وفي الاخر تبقى عمته وما ينفعش يتعدى حدوده معاها. لكن تاي مردش عليه واصر ينفذ اللي في دماغه، ولسه هينتقم منها اكتر من كده، وسابه ومشي. عشان بعدين نسمع مساعد دونجا هو بيقول له برافو عليك يا كبير، انت هتخليهم يولعوا في بعض واحدة واحدة. قال له لا ولسه، ده انا هخلي الاتنين يخلصوا على بعض وانا هفضل العم الحنين البريء، وفي الاخر كل حاجة هترجع لنا. ده انت طلعت ابن شياطين يا واد. وفي يوم جديد بيوصل لها دعوة من تايا المزاد عالمي، والمفروض هيعرض فيه قطعة اثرية واخداها بنتنا ذكرى من ابوها وكانت حطاها في مكتب الشركة. فتايا بيعمل كل ده علشان يشفي غليله منها، بس على ايه مش عارفة. بس هو غصب عنه وعمه زرع الحقد في قلبه من ناحيتها. وهي خدت الدعوة وجريت على المزاد، واول ما دخلت لقيته جاي بيقول لها اهلا يا عمتي، ده انا كنت مستنيكي والمكان نور بيكي، مفكر انها هتبقى كيوت معاه زي كل مرة. لكن هي فاجئته وراحت نازلة بقلم على وشه ايه. ولما سألها ليه كده قالت له اهو كيفي كده بقى من غير سبب، عمتك بقى وهتربيك من اول وجديد، هتفتح عينك فيا ولا ايه؟ وهو لما اتعصب رفع ايديه وقبل ما ينزل عليها لقى كو كان هيكسرها له. فالواد اتصدم وقال له بقى انت بتعمل معايا انا كده بعد اللي عملته عشانك؟ رد عليه بمعنى ان كل واحد فينا اخد حقه من التاني، ودلوقتي انت مالكش عليا جميلة وممكن ادفنك مكانك كمان. وبعد شويتين بدأ المزاد والقطعة بتاعتها تم عرضها، وفضل تايا يعلي الرقم عشان ياخدها، وكان مفكر نفسه ذكي. وفجأة لقى كو حط السلاح على بطنه
وقال له اهدى على نفسك يا سابق عصرك واوانك، لو اتكلمت هخلص عليك. وفي النهاية خاف تايا ومقدرش يتكلم، والبطلة فازت هي بالقطعة الأثرية بتاعة أبوها. بس تايا مش هيعدي الموضوع ده بالساهل كده. وفي نفس الليلة بنشوف كو هو راجع من محل الحلويات بعد ما اشترى لها تورته زي ما هي طلبت منه، وفجأة ظهروا رجالة تايا وخطفوه. وطبعا ده كان انتقام من تايا عشان حاول يضربه في المزاد، وقال له بقى انت ترفع ايدك عليا؟ طب والله لعلمك الادب. وكان لسه هيقطع له ايده، فجأة ظهرت البطلة وضربته. ومش كده وبس، دي كمان رفعت المسدس ونشنت طلقة جنب ودنه، وقالت له انا استحملت قرفك كتير بس الا حبيبي لو جيت ناحيته هفلقك نصين. طبعا هو خاف وراح يشتكي لعمه زي كل مرة، ودونغ طبعا ما توصلش يحط البهارات بتاعته، وقال له ما تزعلش نفسك، انت لو مضيت الاتفاقية مع الشركة الامريكية نسبتك هتترفع، وهي لما تعرف هتتقهر. والحقيقة انها لما عرفت زعلت، لان الشركة دي اجرامية جدا وهتخليهم يرجعوا لشغل العصابات تاني اللي هي وقفته من سنين، وبكده شغلهم هيتهد وشقى جدها كله هيروح على الفاضي. وبعد ما فكرت قالت لا، انا لازم الاقي خطة ازود بيها الاسهم بتاعتي، وبكده هتبقى حصتي اكبر وهرجع المدير التنفيذي وهحاول الحق الشركة قبل ما يغرقوها. طيب هتعمل ايه؟ حاولت تطلع مساهمة اسمها ليلي وتديها الأسهم بتاعتها 20% لأنها رميهم ومش بتسأل عنهم. بس ليلي قالت لها والله أنا مش محتاجة لشوية الأسهم دول لأنهم بالنسبة لي أزأزة لب، وموافقة على العرض بس بشرط أنا مش فارق معايا فلوس، أنا عاوزة مقابل تاني. انت تؤمر يا روح قلبي، ايه اللي انت عاوزاه؟ قامت قربت من كو وقالت لها هو ده عجبني من أول ما شفته ومش عاوزة غيره، فكري وردي عليا. وبعد ما مشيت بنوتتنا غارت قوي على حبيبها، وقامت عدلت له الجرافطة مكان ايديها، وفضلت قاعدة تفكر في حل تاني لانها مستحيل تتنازل عنه لواحدة غيرها حتى لو على جثتها. فكو فضل يفكر مع صاحبه كبير الحرس، ما تفكر معايا اعمل ايه؟ فالراجل رد عليه وقال له اسكت بقى، انت لو ما كنتش سرقت الوصية واديتها لتيا ما كانش حصل لنا كل ده. وطبعا البطل حس بالذنب وما كانش قدامه حل غير انه يضحي بنفسه علشان يصلح غلطته ويرجع لها الشركة قبل ما تروح من ايديها. واستنى لما تشي دخلت اوضتها وطلعت سحب للجناح بتاع ليلي، وهي اول ما شافته ما كانتش مدياله فرصة يتكلم، لحد ما في الاخر قال لها انا مش جاي هنا علشان كده ولكن عشان العقد، لانه بيحب بنتنا ومش شايف واحدة غيرها. والحقيقة ان ليلي كان عندها ضمير شوية وقالت له اذا كان كده فانا مش هجبرك، وادت له العقد. فهو اخده ونزل يجري على حبيبته علشان يفرحها، لكن هي اول ما شافت العقد عيطت وقالت له خنتني معاها مش كده؟ فقال لها والله ما حصل، انا بس حاولت اساعدك عشان انا السبب في اللي حصلك، وادي اللي يثبت لها ان هو فعلا بيحبها هي وبس. وفي بداية يوم جديد بيروح تايا لعمه علشان يشتكيله من عمته تشي، ودونغ الحقير استغل الفرصة وحط له مخدر في الويسكي وخلاه يمضيله على تنازل عن كل أسهمه في الشركة، وبكده هيبقى هو أعلى نسبة وهيبقى المدير التنفيذي للشركة. ومش كده وبس، ده كمان أمر مساعده ينفذ اللي اتفقوا عليه ويخبطوه بالعربية علشان يموتوا ويخلصوا منه. وطبعا أول ما الخبر وصل لبنتنا جريت على المستشفى وكانت هتموت عليه من الخوف، بس ابننا الحنين كان جنبها ومرضيش يسيبها في الوقت ده لوحدها، وبيعرفها ان التقرير الطبي بيقول انه كان سكران وهو سايق وعشان كده عمل الحادثة. بس هي ساعتها استغربت النتاية وقالت ازاي ابوها وكمان مات بنفس الطريقة، ومن يومها وهو عنده عقدة من السواقة وهو شارب. الموضوع ده فيه لغز معين ولازم اعرفه، وشكلها كده هتبدأ تربط الخيوط ببعضها، وبتقنعهم انها ترجع الرئيس التنفيذي بشكل مؤقت لحد ما ابن اخوها يفوق بالسلامة عشان الشركة ما تقعش منهم. وطبعا الكل وافق على ده ما عدا دونغ، واللي طلع لنا زي عفريت العلبة. طلع العقد اللي معاه اللي بيثبت ان هو حاليا المدير التنفيذي، وبيعرفهم ان الشركة هتمضي التعاقد مع الشركة الامريكية حتى لو هم كلهم مش موافقين. وطبعا هي من هنا فهمت ان دونغ هو اللي ورا حادثة ابن اخوها. بعدين دونغ بيبعت واحد من رجالته يقتل تايا، لكنهم الحمد لله بيلحقوه، وساعتها بتقدر تفهم على طول ان دونغ هو اللي ورا اللي حصل، هو الشخص الوحيد اللي مستفاد من موته. وبنشوفه في اللحظة دي وهو بيضرب المساعد بتاعه اللي اسمه جانج عشان فشل وما قدرش يموت تايا وطرده من الشغل. اما البطلة في الوقت ده بتقرر انها تلاقي حل تكشف بيه كل جرايم عمها، وبعد ما بتخرج بيجي تليفون لكو وطلع ان والده هو اللي بيكلمه وبيقوله انا اسف يا ابني عشان اتخليت عنك، لكن صدقني انا ما كنتش اعرف انك موجود اصلا. وبيحكي له الحكاية كلها وازاي اتعرف على امه، والمفروض انهم كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض، بس اهلها ما كانوش موافقين على العلاقة دي، فهي انسحبت من سكات وبعدت عنه عشان ما تعملوش مشاكل في حياته اكتر من كده. بس لما بعدت كانت حامل وما عرفتهوش،
وهو معرفش ده غير من فترة قليلة، وبيعرفه انه بقى غني جدا وعنده مجموعة شركات كبيرة في امريكا، ولو رجع معاه هيخليه هو الرئيس التنفيذي وهينتشله من الفقر اللي عايش فيه ده. بس في النهاية ابننا بيرفض يسيب حبيبته لوحدها، وبيقرر يفضل جنبها طول العمر حتى لو فقير. وبعدين بيتجمعوا هما التلاتة وبيبدأوا يفكروا في حل يكشفوا بيه دونغ. وكانت الخطة هي ان كو هاجم المساعد دونغ ومثل انه عاوز يقتله، وطبعا كان لابس ماسك عشان جانجا ما يتعرفش عليه. وفعلا اكل الطعم وفهم ان دونغ هو اللي بعت المجرم علشان يخلص عليه قبل ما يعترف على كل جرايمه ويوديه في 60 داهية. وفي اللحظة اللي كو هاجمه فيها كان هو سهران في البار، وبالصدفة بطلتنا هي كمان سهرانة في نفس المكان عشان يستنجد بيها بقى ويطلب منها تساعده. وفعلا ده اللي حصل، لكن في الأول رفضت، فقال لها انقذيني من القاتل وأنا معايا الدليل اللي يثبت إن عمك هو اللي قتل تيا. ومش كده وبس، ده كمان قتل أخوك الكبير واللي هو أبو تيا، وطلع لها الفيديو كل الدلائل اللي بتثبت جرايمه. وبعد ما دونج عرف اللي حصل حاول يقتلها، لكن ابننا ضحى بنفسه عشانها واخد اكتر من رصاصة، وفي النهاية مسك المجرم ونزل بيه في النهر قبل ما يقتلها هي كمان. ومن يومها لحد النهاردة وهو مختفي، حتى جثته مش لاقيينها. وبعد كام يوم بيخرج تايا من المستشفى وبيقدر يكشف حقيقة عمه للمستثمرين وبيدخله السجن. وبعدين بيتصالح هو وعمته اللي بتتنزله عن المنصب الرئيسي التنفيذي، وبيرجعوا أحلى من السمنة على العسل كمان. وطول الفترة دي كانت بطلتنا نفسيتها متدمرة، وبتروح كل يوم تقعد عند النهر بتستنى كو يمكن يخرج. وفضلت على الحال ده لمدة 3 سنين، لحد ما في يوم من الأيام بتروح تسهر في حفلة الشركة الأمريكية اللي هيتعاونوا معاها في الصفقة الجديدة هي اللي عاملاها. وبالصدفة كانت هي شركة عيلة كو، والجميل بقى انه ظهر قدامها بالصدفة وطلب منها ترقص معاه. وطول الرقصة كانت عمالة تبصله وهي مذهولة ومش مصدقة عينيها. وبعد ما اختفى خرجت تدور عليه، وفجأة ظهر قدامها تاني وهي من غير ما تحس اترمت في حضنه، وفضلت تعيط وتقوله كنت فين، انا استنيتك كتير قوي. بس هو ما كانش عارفها وقال لها انت مين اصلا، ابعدي عني، وسابها ومشي. وفي يوم جديد بيصحى من النوم مفزوع بعد ما حلم بتشي، وبيسأل نفسه انا ليه بحلم بيها طول السنين دي، وازاي ظهرت قدامي في الحفلة، في حاجة انا مش فاهمها. والله يا كابتن احنا اللي مش فاهمين ايه اللي حصل لك ومخك راح فين. المهم ان بعد فترة كو بيرجع الصين وبيقابل تيا علشان يمضوا العقد الجديد، بس هي بتروح المكتب وبتقوله اهلا يا عسلية كنت مستنياك من زمان، وبتعزمه على العشاء. في اللحظة دي بتقول لنفسها انا لازم اعرف اذا كان هو ولا لأ، وكبت عليه العصير وبعدين قالت له يقطعني ما كنتش اقصد، بس في لبس جوه تقدر تدخل تغير. وطبعا هي عملت كده علشان تشوف اثار الرصاص موجود في جسمه ولا لا. واول ما دخل يغير فضلت تبص عليه من الباب وتسرق النظرات، وهو كالعاده حس بيها وفتح الباب وقال لها ايه اللي انت بتعمليه ده يا محترمه. فقالت له انت حبيبي ليه مش راضي تصدقني، بص على جسمك هتلاقي فيه اثر ل3 رصاصات وعلامات كتير. فالواد خرج عن شعوره وقلع اللبس وقال لها اهو مفيش حاجه، ممكن تتهدي بقى شويه. بقولك ايه، انا اسمي جو وواحد تاني خالص غير حبيبك اللي بتدوري عليه ده. ولكن بعد ما دخل الاوضه بيفتكر ابوه لما قاله انه عمل له عمليات تجميل مكان اثار الجروح اللي كانت في جسمه. ايه ده، انا اتلخبطت، يعني كده هو ولا مش هو؟ تعالوا نشوفوا ايه اللي هيحصل. بعدها بنتنا بتحاول تشوفه هيغير عليها ولا لأ، وبتروح تسهر في البار، وهو لما بيعرف بيروح وراها وبيفضل واقف مراقبها من بعيد، وبيشوفها وهي عمالة ترقص مع الشباب. والغريب بقى انه حس بالغيرة فعلا، ومرة واحدة شالها وجري بيها على البيت. فطبعا فضلت تتحمرش بيه، لكن هو برضه فضل ناشف زي ما هو، فهي ما كانش قدامها حل غير انها تخطفه. وهنا بقى بنرجع لأول مشهد شفناه في الفيلم، وهو لسه مصر انه جو مش كو. فقالت له طيب لو انت ناسيني قلبك لسه فاكرني اكيد، وبدأت تتحمرش بيه تاني. وهنا بقى غصب عنه ضعف قدامها، وبعد كام يوم بتعرف انه بيتجوز خطيبته، فجرت على هناك زي المجنونة وهي لابسة فستان الفرح، وقالت له هتجوزك غصب عنك، ولو مش هتبقى ليا مش هسيبك تروح لغيري. الغريب بقى انه فاجئها ووافق انه يتجوزها، وطلع ان اللافندي رجعت له الذاكرة لما قضى معاها ليلة جميلة وعمل فيها مقلب الجواز ده، وطلع انه متفق مع تيا على كل اللي حصل ده. وفي النهاية بقى اتجوزها وعاشوا مع بعض حياة جميلة زي الأول وأحسن كمان. وبس كده توتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون عجبتكم، بس ما تنسوناش باللايك بتاعكم الحلو وتصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية هتلاقوا الرابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف. واشوفكم في ملخص جديد ان شاء الله. سلام.